السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة أحلى الأكلات مع سحر. أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة. ايه رأيكم في التورتية القمر بتاعتي النهاردة؟ تورتية جميلة جدا وشيك جدا، ومن اكتر التورت اللي عجبتني بجد. طريقتها بسيطة وطريقتها سهلة جدا. هعملها معاكم النهاردة بكل تفاصيلها، بداية من خبز الكيك لحد التزيين. التزيين شايفين قد ايه جميل ورقيق وشيك جدا جدا. لو تابعتي معايا الفيديو للآخر، ولو أول مرة تشتغلي تورت وتابعتي الفيديو للآخر، هتعملي أحلى تورتة بإذن الله في البيت بكل بساطة وبكل سهولة. تفرحي بيها ولادك وتفرحي بيها أسرتك وتزيني بيها حفلاتك وأعياد ميلادك وتفرحي بيها كل اللي حواليكي. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. وقبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لي لايك واعملي لي اشتراك للقناة. ولو ليكي أي سؤال سيبهولي في الكومنتات وأنا هرد عليكي. وهسيب لك كمان مقادير التورتايه النهارده ومقادير الكيكه بتاعت التورتايه في صندوق الوصف. واللي ما بيعرفش صندوق الوصف هتلاقي كده سهم صغير، هتدوسي عليه هيفتح معاكي، هتلاقي كل المقادير موجودة. يلا كده بسرعة مع بعض نشوف التورتايه القمر دي عملناها ازاي. تعالوا نشوف مقادير الكيك. عندي في الاول 6 بيضات، وطبعا البيض لازم يبقى في درجة حرارة المطبخ. بنزل كده بال6 بيضات. البيض طبعا حجم البيض كبير. بنزل كمان على البيض يعني نص كوباية، وعليهم معلقتين من المية، والمية عادية من الحنفية. معلقة كبيرة من محسن الجل. وكمان عليهم نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، بيبقى عليه سكر فمش بيحتاج لإضافة سكر. وكمان بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. بقلب المكونات كده في الأول مع بعض علشان لما أشغل المضرب ما يتطيرش الدقيق ويبهدل معايا الدنيا. وبعدين بشغل عليهم المضرب تقريبا لمدة 7 أو 8 دقايق، لحد القوام بتاعهم ما يختلف ويفتح اللون بتاعهم والقوام بتاعهم يتضاعف ويبقى القوام بتاعهم زي الكريم شانتيه. شايفين القوام بتاعهم بقى شكله ازاي؟ الكيكة بتاعت النهاردة هخبزها في صينية مقاس 30 في 40، طبعا مبطناها زي ما انتوا شايفين بورقة زبدة. وطبعا مسخنة الفرن عندي قبل ما ابدأ اشتغل علشان الفرن تسخن وتحقق معايا درجة حرارة 180. بدأت ان انا اصب الخليط كده في الصينية، وهبدأ ان انا اسويه واوزعه كويس جدا بالاسباتيولا. ومهم جدا فكرة التوزيع علشان تبقى الكيكة كلها في ارتفاع واحد. بعد ما بوزع الخليط كده بدي الخليط بتاعي خبطتين على الرخامة وادخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. خرجت الكيكة بتاعتي من الفرن، وطبعا غطيتها بفوطة نظيفة وسبتها 3 أو 4 ساعات. ولو عندك وقت كافي يفضل ان انت تشتغلي الكيكة قبل التزيين بليلة، بيديكي النتيجة احلى ونتيجة افضل. بدأت باستخدام السباتيولا ان انا اقشر القاع بتاع الكيكة بحس ان هو ناشف شوية. وقسمت الكيكة زي ما احنا شايفين لتلتين وتلت. بدأت ان انا اقسمها كده باستخدام المنشار، والمنشار بيديني طبقة متساوية وجميلة جدا. عايزة اخرج من الكيكة بتاعتي طبقتين كاملين، والطبقة التالتة هبدأ ان انا اخدها من التلت ده. قسمته برضو لطبقتين، وبدأت ان انا برضو اقشر الوش بتاعه بالشكل اللي احنا شايفينه. جبت البوردة اللي انا هشتغل عليها وبدأت ان انا اثبتها بمعلقة من الكريمة. على فكرة التورتاية بتاعتي النهاردة مقاس 25 في 25. تمام. وطبعا بجيب لها دايما قاعدة بتبقى اكبر منها علشان التزيين برضو بياخد ايه، بياخد عندي مساحة. حطيت اول ديسك بالشكل اللي احنا شايفينه، وبدأت ان انا اوزع كده عليه الكريمة باستخدام كيس الحلواني. حطيت اول ديسك بالشكل ده وسقيت الكيكه. طبعا خليط التسقيه زي ما انتم متعودين معايا، نص كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه. بديهم غلوه واحده على النار، بمجرد ما بيغلوا بطفي عليهم النار. وببدا ان انا اسيبهم لحد ما يبردوا واسقي بيهم. حطيت اول طبقه ووزعت الكريم شانتيه، ودلوقتي دي الطبقه التانية. شايفين اخدت اللي هو الجزء التاني اللي انا كنت قسمته التلت لوحده، وحسيت ان في فراغ في النص فكملته بكان بالطبقه اللي كانت باقيه التالتة. تمام.
تمام. بدأت برضو الطبقة الأخيرة الطبقة التانية برضو بالشكل ده، وبوزع عليها الكريم شانتيه. وزي ما انتم متعودين معايا ان انا دايما بستخدم كيس الحلواني في توزيع الكريمة وفي تغطية الكيكة، وبيديني نتيجة جميلة وسريعة، وفي نفس الوقت بيديني طبقة متساوية من الكريمة، ما يبقاش عندك ايه يعني كريمة زايدة وكريمة ناقصة والدنيا مش متظبطة. بعد ما حطيت كده الثلاث طبقات على بعض، بدأت ان انا اقص اي جوانب موجودة عندي علشان تبقى برضو الكيكة على قد ما نقدر تبقى جميلة جدا وما فيهاش اي مشكلة وما فيهاش اي حاجة ناشفة. ببدأ ان انا اوزع الكريمة كده على الوش بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا ايه، بوزع كمية كبيرة من الكريمة على الوش، لان دي طبعا الطبقة الاخيرة. هنا هوزع كمية كبيرة شوية من الكريمة على الوش، بس الجوانب هحط طبقة خفيفة لان الجوانب لسه كمان هشتغل عليها بالقمع اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. شايفين كده وزعت الكريمة باستخدام الكيس، وهبدأ ان انا اجلس التورتاية بتاعتي. بساوي الوش كده باستخدام السباتيولا بالشكل اللي احنا شايفينه. وطبعا دايما بنحاول ان احنا نخلي مع جنبنا كده يبقى دورق فيه ميه سخنه. من وقت للتاني بتنزلي السكرابر او السباتولا ايا كان الاداه اللي انت بتستخدميها في الميه. ده بيسهل معاكي جدا ويسرع جدا التجليس، وبيديكي طبقه كريمه ناعمه وجميله ومتساويه وجميله جدا جدا. شايفين؟ وكمان قوام الكريمه علشان انا ضرباه مظبوط ومقديره مظبوط بيتساوي معايا، والكريمه بتبقى ناعمه وجميله. بعد ما سويت كده التورتايه وجلست التورتايه كويس جدا من الوش والجوانب، انا مش هركز قوي على الجوانب لان الجوانب زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا هبدأ لسه اشتغل عليها تاني. بساوي كده الوش زي ما احنا شايفين، وبجلس التورتايه بتاعتي وانعم الوش بتاعها عشان تبقى شكلها جميل. وعندي فرشة سيليكون من اللي احنا بنستخدمها في دهن الصواني. بدأت ان انا اعمل بيها كده خطوط بالشكل ده. هي مش باينة قوي في التصوير بس مدية شكل جميل جدا للتورتايه بتاعتي على وش التورتايه بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ نشتغل الجوانب. وعندي القمع بتاع ورق الشجر، شايفين اهو شكله، بحاول ان انا اوضحه لكم. وحاطه طبعا فيه الكريمه، وهبدا ان انا امشي بيه خطوط بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي على التورتايه، داير ما يدور على الاربع جوانب بتوعه التورتايه. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك، واعملي لي اشتراك لقناتي وشجعيني كده. ولو ليكي اي سؤال سيبوهولي وانا هرد عليكي. تمام. شايفين كده التورتايه قمر وشكلها جميل جدا، وشكل القمع بتاع ورق الشجر بيدي شكل جميل جدا لجوانب التورتايه، وبيبقى شكلها مختلف عن التورت اللي احنا دايما متعودين نعملها نسرحها بالسكرابر او نسيبها كده هو ايه من متساويه كده وخلاص. دايما لازم نغير ونجدد وننوع في اشكال التورت بتاعتنا. شايفين كده ببدأ اعمل خطوط من تحت كده واطلع بيها لفوق لحد ما بخلص كل الكيكه او كل التورتايه كده اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين شكلها قمر، شكلها جميل جدا بجد، التصوير مش موضحها قوي. دلوقتي هستخدم القمع بتاع الوردة البلدي، وعندي الكريمة اللي اتبقت مني ضفت عليها معلقتين من الجناش. دايما ما بحبش احط كاكاو لان الكاكاو يعني بحس ان هو شوية بيمرر الكريمة. دايما بحب ان انا اضيف على الكريمة جناش، بتديني اللون الجميل اللي احنا شايفينه. ولو حسيتي ان اللون فاتح معايا شوية بديله نقطة واحدة من اللون البني، الوان الجل اللي احنا دايما بنستخدمها في تلوين التورت. عملت الوردة وهبدأ ان انا اثبتها على التورتاية بالشكل ده. وهنا في غلطة عملتها كان ممكن ان انا ما اقولش عليها، بس للامانة وعلشان لازم تاخدي بالك من اي حاجة او اي غلطة ممكن تقع فيها ممكن تبوظ معاكي الشغل. المفروض يا جماعة الكريمة اللي انا هشتغل بيها الورد القوام بتاعها ما يبقاش بالشكل ده، يبقى القوام بتاعها تقيل جدا جدا. انما انا هنا ما كنتش ناوية في الاول ان انا اعمل ورود بالشكل ده، وبعدين قررت ان انا اعمل الوردة. فكنت خلاص بقى ضربت الكريمة، فاضطريت ان انا ايه اتعامل. والحمد لله النتيجة كويسة بس كانت مرهقة. شايفين الوردة بتنزل معايا بصعوبة، الورق بتاع الوردة مش مظبوط قوي. يعني ايه، المفروض الوردة كان يبقى شكلها احلى من كده بكتير جدا. انا كان ممكن ما اقولكمش على حاجة زي دي، بس طبعا لا، لازم احنا هنا نتعلم مع بعض. اي اخطاء نقع فيها نعرف ان احنا نتفاداها، نعرف ان احنا ما نكررهاش تاني. تمام. بدأت ان انا عملت روزيتات كده داير ما يدور التورتايه بتاعتي كلها. وباستخدام نفس القمع برضو بدأت ان انا اقسم التورتايه، بس بقسمها بالورب بالشكل ده. وعندي جناش شوكولاتة، وده جناش اقتصادي. بيبقى عندي الشوكولاتة
بحط عليها ميه مغليه وبسيبها لحد ما تبدا ان هي تفك تماما، وبستخدمها جناش طعمه جميل جدا واقتصادي مش مكلف قوي. تمام، ببدا ان انا اصب الجناش بالشكل ده على نص الشوكولاته. شايفين ده شكلها. دلوقتي عندي كريسبي او عندي ملديزر زي ما بتسميه، ده لونه كان ذهبي، بدأت ان انا اوزعه على الجزء اللي هو الشوكولاتة. وده برضو كان عندي كريسبي صغير برضو ذهبي، بدأت ان انا اوزعه على كل الروزيتات اللي عندي، وكمان على الخط اللي انا قسمت بيه التورتايه كده في النص. طبعا دايما بقول لكم ان التورتايه كل ما بتشتغلي فيها كل ما شكلها بيبان وبتديكي كده قيمة احلى وشكل احلى، وتحسي ان التورتيه هي اللي بتقولك انا عايزه ايه. ده كان عندي سكر الوان، بدات برضو استخدم منه اللون الذهبي ووزعته على جناش الشوكولاته. دلوقتي يلا بقى نستخدم المولد السيليكون ده. انا كنت اشتريته من جروب على النت جميل جدا. جبت عجين السكر وبدأت ان انا اخدمها واعجنها كويس جدا بين ايديا، وده طبعا حروف عربي، وهكتب على التورتايه عيد ميلاد سعيد جدو عزيز. فبدأت اخد قطع صغيرة من عجينة السكر وابدأ ان انا اسكنها في الحرف كويس جدا، وبعدين ببدأ ان انا اخرج. اهم حاجة يا جماعة عجينة السكر تبقى ماسكة نفسها، ما ينفعش تبقى العجينة طرية قوي معاكي، مش هتطلع معاكي بسهولة والحرف هيطلع شكله مش مظبوط. بثبتهم ازاي او بلزقهم ازاي؟ بعد ما بخرج الحرف بتبقى عندي فرشة، ببقى أنا يعني ايه بلها كده بنقطة بسيطة جدا من المية، وببدأ ان انا الزق كل حرف في التاني. في النهاية طبعا بتسيبيه لحد ما ينشف، وبعدين هتلاقي الكلمة مسكت في بعضها وكأن الكلمة مكتوبة كلمة واحدة. طبعا المولدات دي يا جماعة بتسهل علينا كتير جدا، وبتدي شكل جمالي للتورت بتاعتك، وبتدي فينش حلو كمان للتورتايه. وفي نفس الوقت في ناس كتير ما بتعرفش ان هي تكتب على التورته، فطبعا المولد ده بيسهل عليكم ايه العمايل والكتابه، بيخلي الحروف كده منتظمه وجميله. بكتب كده عيد ميلاد او عيد سعيد جدو عزيز. شايفين انا بسكن العجينه في الحرف كويس جدا وبسيبها كده شويه، وبعدين ببدا ان انا اشيلها بتخرج معايا بكل بساطه. الاتنين دول يا جماعه المولدات انا جبتهم تقريبا ب 230 او 250 مش فاكره بالظبط يعني، بس كانت في الحدود دي. جبتهم من جروب على النت، جروب جميل جدا. شايفين بدأت كده اهو اثبت الزق الكلمه. شايفين حاطه فرشه صغيره فيها نقطه من الميه، وببدأ ان انا ايه بقى الزق كل حرف في التاني وبسيبها لحد ما تنشف. ودايما بقول ان عجينه السكر لما يبقى معانا شغل على تورت، او بالاخص لو التورت بتاعتنا بالكريمه زي ما انا بعمل كده، يفضل ان احنا عجينه السكر او اي مجسم هنعمله على التورتايه بعجينه السكر، يفضل ان احنا نعمله قبلها بوقت كافي، على اساس ان هو يعني ينشف ويبدا ان هو يتماسك وما يسحش معايا ببساطه على التورتايه بتاعتنا. بكمل كده كل الكلمات اللي انا عايزه اكتبهم. ولو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك. باللايك يا جماعه بيرفع الفيديو وبيوصله لأكبر عدد من الناس، لعل وعسى نكون سبب ان حد يعني ايه ينتفع كده بالمعلومات اللي احنا بنقولها، او ياخد الشكل بتاع التورتايه بتاعتنا، نبقى سبب في حد يتعلم معلومة، او نبقى سبب في سعادة اي حد. تمام يا جماعة، بكمل كده كل الكلمة، بس انا مش عايزة الفيديو يطول عليكم اكتر من كده، فعلشان كده انا مسرعة الفيديو شوية. بكمل كده كل الحروف. والمولد ده على فكرة فيه كل الحروف العربي، وفي نفس الوقت برضو فيه الأرقام برضو مكتوبة بالعربي. وأنا قبل كده برضو وريتكم في فيديوهات قبل كده مولدات مكتوب عليها بالإنجليزي. تمام، فدايما الحاجات دي لو انت هتشتغلي طرق يعني يفضل ان انت توفريها، هتسهل عليكي وهتفرق جدا معاكي في الشغل بتاعك. بدأت ان انا دلوقتي اركب كلمة جد عيد سعيد جدو عزيز، وانا اخترت طبعا اللون الاحمر مع التورتايه، حسيت ان هو نطق التورتايه كده واداها شكل جميل جدا. وطبعا بحط النقط. شايفين جميل جدا الحرف والاسم، وما شاء الله على التورتايه طالعة زي القمر. بكتب كده برضو جدو عزيز. شايفين التورتايه بتاعتي طبعا جميله. عندي كريسبي اخر حاجه بقى هعمله، كان كمان عندي قلبين ايوه عملتهم باللون الاحمر. وعندي كريسبي ابيض كده، بدات ان انا اوزعه في الجزء اللي هو بقيه الجزء الفانيليا. وده كان الشكل النهائي للتورتايه بتاعتي، ودي كانت وصفتي النهارده. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك وما تنسونيش بالسبسكرايب. ولو ليكي اي سؤال سيبوهولي في الكومنتات وانا هرد عليكي. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.